يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ولسه الاستغلال مستمر، ولسه الفيديو برضو عند ماما، وبرضو مصممة ان انا استخدم الحاجات اللي هي لسه ما استخدمتهاش. تمام. صلي على سيدنا محمد ونشوف بقى الجمال والحلاوه، ونشوف عملنا ايه النهارده في المطبخ عند ماما. دي يا ستي بسيسه. انا بصراحه عملت البسيسه قبل كده عندي في القناه، بس هي صممت وراسها والف سيف ان انا اصور البسيسه دي اللي هي ست الكل، عشان خاطر البسيسه بتاعتي غير بتاعتها. في مكونات انا مزوداها، هي مش مزوداها كده. هقول لكم ايه عليها دلوقتي، بس اللي انا كنت عاملاها في القناه غير اللي انا عاملاها عند ماما خالص. يعني غير البسيسه بتاعت ماما، بتاع البسيسه بتاعتي غير البسيسه بتاعت ماما. تمام. هنصلي بقى على سيدنا محمد ونخش الفيديو بتاعنا كده. ولو لسه مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نبدأ الفيديو ونشوف جبنا ايه وعملنا ايه. الطريقة دي بقى يا ستي على طريقة ماما. طبعا استغلت العجان بتاعها اللي هي اول مرة تستعمله، حطيت فيه كوباية سكر وكوباية الا ربع زيت، وابتديت اللي انا اخلط بالعجان كده كويس. لو انتوا شايفين العجان مش عايز يقفل، لان ماما اصلا فوجئت ان العجان مكسور من غير والله ما اجي جنبه ولا اي حاجه. بصوا لو تلاحظوا حتى الحله ما بتلفش. لازم اللي انا ارفع العجان كده سنه عشان خاطر ان هي تلف، عشان هو اتكسر من ورا فبينزل على الحله نفسها. انا ما جيتش جنبه والله، انا جايه عندها لا يا مكسور، وهي كانت لسه ما استخدمتهوش خالص. المهم بقى خلطنا السكر مع الزيت كويس، وحطيت بيضتين تمام، ومعاهم كمان كيس فانيليا كده صغير. خلاص كده يا ستي. وابتديت برضو اللي انا اخلط كده، وانا بخلط هبتدي بقى احط بقيه المكونات، وهقول لكم ايه اللي انا بحطه زياده عن اللي ماما بتحطه. حطيت كمان كوبايه من اللبن. وعايزه اقول لكم بقى ماما ايه كانت واقفه بتقول لي اعمل ايه واحط ايه وما احطش ايه كده، يعني في الصينيه دي. تمام. انا صورت لكم صينيه وصينيه. لا بصوا دلوقتي ماما اللي بتحط لكم المعلقه اللي هي بتاعت البرتقان. ده البرتقان اللي هي طحناه، قشر البرتقان اللي هو مطحون. تمام. حطت معلقه عليها كده كبيره، بصراحه خلت طعمها وريحتها حلوه جدا. بس كده. المهم بقى خلصت المرحله بتاعت العجان، ودلوقتي جيت هحط دول ايه كوبايتين من دقيق البسيسه وكوبايه من الدقيق الابيض اللي هو العادي. تمام. انا بقى الخلطه بتاعتي او الوصفه بتاعتي اللي عملتها في البسيسه كنت حاطه كوبايه ونص بسيسه وكوبايه ونص دقيق، لكن ماما حطت 2 بسيسه وواحده دقيق. هو بمعدل برضو 3 كوبايات، بس هي حاطه البسيسه اكتر. تمام. وحطينا ظرف كده من البيكنج باودر. تمام. وهبتدي ان انا اخلط بقى كل ده كده مع بعضه الاول، وهجيب بقى العجان بتاعي هطلعه طبعا من مكانه. احنا مش عايزين ان احنا نعجن الدقيق ولا الدقيق العادي ولا دقيق البسيس، عايزين نخلطهم بس على بعض ونخلي الدقيق يفك. فهبتدي ان انا انزل كده بالدقيق بالتدريج، وهبتدي ان انا اقلب كده بالراحه، مش عايزين ان احنا نعجن، يا دوبك بس الدقيق يفك معانا في الخليط اللي احنا كنا عاملينه ده. تمام كده. طبعا انت لو ما عندكيش عجان ممكن تعملي الخليط السائل ده في الخلاط عادي جدا، مفيش اي مشكله. المهم بقى خلطته كده كويس مع بعضه. والمهم ان خليته اندمج كده. طبعا كنت مشغله الفرن على نار عاليه. تمام. وسايباه يسخن، وابتديت بقى اللي انا اخلطها كده لحد لما بقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا ماما لما بتيجي تعمل الصابون بيبقى بنفس الشكل، بس انا النهارده بعمل بسيسه عادي. تمام كده. ابتديت بقى اللي انا جبت صينيه معايا ودهنتها بالزيت. وطبعا بقى استغلينا المواضيع وطلعنا كمان الفرشه الجديده والمعلقه السيليكون الجديده اللي هي بتنزل لنا الحاجات اللي بتبقى في الطبق او في الحله بتاعه العجان دي بكل سهوله. ده اهم حاجه في الموضوع. تمام كده. يعني يا صباح الاستغلال في كل حاجه. بس المهم بقى رحت مفضيه كده الخليط بتاعي في الصينيه. تمام. وهزيتها كده هزتين، وهدخلها على الفرن. طبعا اول لما هشم ريحه الكيكه بتاعتي ما بفتحش عليها الفرن خالص. اول ما بشم ريحتها بوطي الفرن شويه عشان ما تتحرقش معايا لحد ما تستوي. وبعد كده ببتدي بقى اللي انا لما احس ان هي استوت بسيبها تهدى شويه، وبعد كده بطلعها من الفرن. اوعي تفتحي عليها الفرن وهي لسه بتستوي، هتهبط معاكي وهتبقى مش حلوه. لو كانت كمان الصينيه اصغر من كده كنت هتطلعها اعلى معايا. تمام كده. بصوا بقى شكلها بعد ما طلعت، اللهم صل على سيدنا محمد، كده حاجه خيال. طبعا انا سبتها تبرد خالص خالص. تمام. وده كده شكلهم. طبعا عملت صينيه تانية زي ما انتوا شايفين، ما حبيتش بقى اللي انا اصورها، انا صورت لكم ايه طريقه صينيه واحده كده. وطبعا التانية هي نفس المقادير، هي ما غيرناش حاجه.
تمام. بس بقى عايزه اقول لكم بصوا، عظمه عظمه عظمه، رغم اني استغليت ماما في حاجات كتير. بس بصراحه هي طعمها حلو، والطريقه بتاعت ماما برضو جميله، تكسب الاصلي برضو يكسب. تمام. فبصراحة الطريقة حلوة. بصوا حتى البسيسة شكلها عامل ازاي، دي انا شربتها مع القهوة جنب البسيسة. انت بقى عايزة شاي بلبن، عايزة شاي سادة، عايزة تشربي معاها حليب بس، براحتك. المهم ان هي بصراحة من غير اي حاجة هي جميلة جدا. وطبعا انتوا شايفينها عامل ازاي، وهشة كده وجميلة وعظمة عظمة كده عظمة. بس بقى كده يا ست، كان شكلها بعد لما خلصت، بصوا بقى شكلها شكل الكيكه نفسها جميله جدا جدا. ده بقى كان الفيديو بتاعنا. شايفين الجمال والحلاوه من تحت، مش محروقه ولا اي حاجه، تحفه تحفه كده بجد. بس بقى يا ستي، وهندوقها بقى. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ويا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وتعليق حلو منكم. واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.